التسويف بدون ادنى شك دي مشكله بيعاني منها اغلب الناس. حتى انا كنت مكسل اعمل الحلقه دي، بس بعد ما مشيت على الخطوات اللي انا اقول لك عليها دي حسيت اني بقيت افضل. فبدون مقدمات كتير خلونا نحكي الحكايه ونشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج العبقري. علشان نعرف التسويف عايزين ندخل جوه الدماغ، نعرف ايه اللي بيجرى جواها. دلوقتي انت بيكون وراك حاجة انت لازم تعملها، مثلا واجب، شغل، مذاكرة، بس انت الحاجة دي انت مش حابب تعملها. حتة انك مش حابب تعملها دي بتترجم في دماغك مراكز الألم، فبتحس بألم فعلا. فدماغك اصلا مش عايز يحسسك بألم، فبيحاول يصرفك لفكرة اكتر ممتعة بشكل مؤقت. بيحاول بقى ينقي لك حجج ومبررات علشان يصرفك عن الحاجة المهمة اللي انت لازم تعملها. يعني مثلا تقول انا هذاكر قبل الامتحان علشان المادة تبقى فريش وابقى متذكر كل شيء، وهذاكر مثلا لما الساعة تيجي 9 او لما اشتري القلم اللي انا بحبه، او تقول ايه ده انا جعان وهذاكر بعد ما اكل. كلنا عارفين ايه اللي بيحصل بعدها. طيب احنا كده عرفنا التسويف وايه اللي بيجرى جوه دماغك. برضو الناس اللي مكانتش مركزة، التسويف هو انك تعطل نفسك عن الحاجة المهمة اللي انت لازم تعملها بحاجات تانية ملهاش اي اهمية. تمام؟ يعني كده عرفت عن التسويف واضراره، وينفع تقول لنا يا استاذ العبقري ايه الحل؟ بصراحة يا صديقي هو في اكتر من حل لعلاج التسويف. واحد، انك تكلم نفسك بصوت عالي وتحسس نفسك بالمسؤولية. اتنين، ركز على الوقت والكيف مش الكم. يعني مثلا ما تقولش ورايا محاضرة كيمياء طويلة جدا للمستر خالد صقر، محاضرة طويلة جدا وانا مش هقدر اخلصها كلها. انت بقى بالشكل ده عمرك ما هتخلص المحاضرة. مستر خالد مش هيرحمك. تحياتي لمستر خالد صقر، أسطورة الكيمياء، ذا ليجند. يعني مثلا قول انا هاخد من المحاضرة 25 دقيقة وبعدها هاخد بريك. التقنية دي بقى اسمها البومودورو. فكرة بقى ال 25 دقيقة دي حاجة سهلة وانت كمان تقدر تنجزها. بعدها بقى يا عم باخد بريك بس، وحياة ابوك ما تطولش، ده هم 5 دقايق وارجع تاني. وتالت حاجة يا صديقي، ابدأ بالسهل المحبب الى قلب، لان مشكلتنا كلها في البدء نفسه. لان انت مجرد ما بتبدأ بتمشي زي الفل. القصة كلها انك تتحول من مرحلة ما بتعملش حاجة فعلا انك تبدأ تعمل الحاجة دي. زي ما قلنا يا صديقي، قسم شغلك لجلسات. استأذنك بقى عشان الجو حر، اروح اشرب لي بق مية واجيب لي موزاية كده عشان نعلي الطاقة. رابع حاجة بقى يا صديقي، انك تبعد عنك كل الملهيات المسببة للتسويف. يعني مثلا انت بتحب التلفزيون، تحب تتفرج عليه كتير، اقعد ذاكر في اوضه اللي ما فيهاش تلفزيون. اكبر حاجه بقى بتليك عن الحاجات اللي انت مهم تعملها وهي التليفون، وده يا صديقي مصيبه كبيره جدا. زي ما هو ليه منافع واكبر منفعه انك يعني بتتفرج عليا، زي ما هو برضه ليه اضرار، ملهيات بقى وتشتتات وتضييع وقت. ونيجي بقى نقول للمحاضره الساعتين بتخلص معانا على اليوم كله. ارجوك يا صديقي ابعد التليفون شويه عنك، بس طبعا بعد ما تشوف الحلقه دي تعمل الاشتراك واللايك. وخامس حاجة انك تحط لنفسك مكافأة، زي ما انا لسه حاطط لنفسي موز دلوقتي. يعني مثلا اول ما تخلص جزء كبير من المذاكرة او الشغل، ادي لنفسك يا عم جيمين بابجي، بس بالله عليك مش اكتر، هما جيمين بس. او شوف مثلا انت بتحب ايه وكافي نفسك بيه. ايه بقى يعني ما تمسكليش التليفون وتزيت لي في الزيطة وتقعد عليه بالساعات. احنا عايزين ننجز حاجات. انت كده دخلت في التسويف بقى لازمتها؟ لا، احنا عايزين ننجز كده، همة ونشاط. في النهاية يا صديقي، التسويف من أكبر العادات السيئة على الإطلاق. ففكرة إنك تتعامل معاه وتعرف تحله ده هيأثر عليك بالإيجاب في حاجات كتيرة جدا في حياتك. بس يا صديقي دي نهاية الحلقة. متنساش بقى اللايك والاشتراك، تنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتستنى إن شاء الله الحلقة الجاية. قلت الحلقة دي نعملها كده في الخفيف منه، لو عجبتك اكتب لنا تحت في التعليقات، ولو كده برضو اكتب لنا في التعليقات. تمام؟ بس يا صديقي أرجوك ما تسوفش. تمام، بس سلام.